ملخص أهداف ونتيجة مباراة النصر ضد الهلال في الدوري السعودي بعد مرور 45 دقيقة. وشهدت بداية اللقاء حذراً واضحاً من الفريقين، مع محاولات متبادلة لفرض السيطرة على وسط الملعب، حيث سعى النصر إلى استغلال سرعات كينغزلي كومان وتحركات كريستيانو رونالدو في الخط الأمامي، بينما اعتمد الهلال على التمريرات القصيرة وبناء الهجمات من الخلف. ونجح النصر في ترجمة أفضليته النسبية إلى هدف في الدقيقة 37 بعد ركلة ركنية نفذها مارسيلو بروزوفيتش بشكل مميز داخل منطقة الجزاء، ليستغل كينغزلي كومان الكرة برأسية ذكية مهد بها الطريق أمام زميله محمد سيماكان، الذي أطلق تسديدة قوية سكنت الزاوية اليمنى لمرمى الهلال. هذا الهدف منح النصر أفضلية مهمة قبل نهاية الشوط الأول، ورفع من حماس اللاعبين داخل الملعب، خاصة مع الضغط الكبير الذي فرضه الهلال لمحاولة إدراك التعادل قبل العودة إلى غرف الملابس. شهد الشوط الثاني بداية حماسية من جانب النصر، الذي أظهر تفوقاً كبيراً على الهلال في السيطرة على الكرة وبناء الهجمات، مستفيداً من الهدف الذي سجله الفرنسي محمد سيماكان في الشوط الأول. ولعب الفريق الأزرق السماوي الهلال بطريقة أكثر حذراً، محاولاً تنظيم صفوفه والاعتماد على الهجمات المرتدة، لكن النصر فرض أسلوبه بفضل تحركات كريستيانو رونالدو والدعم المستمر من وسط الميدان. مع مرور الدقائق ظهرت أفضلية واضحة للنصر من حيث الوصول إلى مرمى الهلال وخلق الفرص الخطيرة، حيث شهدت الدقيقة 55 فرصة كبيرة عن طريق رونالدو الذي حاول التسديد من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس بنتو تصدى ببراعة وحافظ على شباكه نظيفة في واحدة من أكثر المحاولات إثارة في الشوط الثاني حتى الآن.